خمس زيارات قضيت في استضافة تلقى النتائج لجنة الدعوة زي العمال اللي جاوا معتصمين المعمل الحالي لتوعياش وكسكرتارية إقليمية للمنتدى ننتهي بلجنة الجنابة أربعة مناظرين باش تقوم من سرز وتتبع الوقفة اللي يوقع عنها لتوعياش انتاجين العمال ونلقى جميع التدابير اللي جان قانونية نلقى إشعال السلطات المحلية نلقى البادجنا وبه يتفاجأ المنع الدخول إلى المعتصم والالتحاق بالوقفة الاحتجاجية وبه نتعرض لمجموعة من المضايقات وللعنف الجسدي واللفظي بصفتي تعرض كان بين الجنابات تعرضوا للعنف الجسدي مجموعة من الألفاظ الجنابية من حقوق الإنسان لا يمكن وراها يمكن يمكن يلا سؤال مثل دواء يلا تكمل رسم يلا صار مثل ينوى يعني مجموعة وزيادة يتعرض يجد من بين يعني الأفراد من القوات العمومية يشتري التليفون التجسسي بعد يعني يجمع هكا نحاول باش افدنا والى ذلك الاخوان يجد يعني تسجيل ديال التحقيق قاعد وبعد يعني العزيمه القويه استطاع باش نسند المعتصمين اللي حتى يكمل الوقفه نسن ونحاول نسجل مجموعه من الخروقات وقع عندي الوقفه ثانيتين الخرق الممزقه اولا منع اعضاء هيئة حقوقية من التنازل ورصد يعني حقوق يعني جميع الخروقات اللي يوقع عن الوقفة وثانيا الخرق والسنايم وهو الخرق يعني المنع الوقفة الاحتجاجية اللي جان يعني العمال أقل يجي النقابة مؤطرة وقانونيا ورغم ذلك منع تعرض للقمع على انه رثي جميع الاساطير اللي جان قانونيا طبقا للظاهر الحريات العامه من 1952 الخط واستراد هو ان الشارع اللي يتأذن الشارع الرئيسي يتأذن وتسفتوله يعني منع عن جميع الساكنه المر اللي عندنا الشارع يعني ويجين ولا يجي على الشارع اللي وهذا يتناقض مع حرية التجول الشارع العمومي الخرق والسمسار مع جميع الصحفيين رجال عبان خموا زرانسن الوقفية وتنجينا القاع مجموعة من المواقع الإلكترونية وصحفيين ما يتعلق يعني بالوقفية الآراء ونشري كمنتدى يعني ديجا متفرقت على سترد جان تعسفي مجموعة من العمال اللي جان وحدة إنتاجية أو تعاونية الحليب 30 معتصم ذاك السنة 12 مطرود من بينهم 2 نقابيين يجي مندوب العمال بالنسبة لتحركات النقل الملفين بعد ما تلقينا لجنة الدعوة لجنة تشبه 2014 نكون يجي الزيارة المعتصم عام 13 فبراير 2014 اللجنة نحاول اكتجالها تستلقى مجموعة المعطيات اللي تتعلق بالملفين ونسداد يجي تقرير اللي جان تقرير جزئي نسدادين عام 16 فبراير تقريبا نرسل مجموعة الخروقات اللي جان طارد الملف الوحدة الإنتاج التعاونية لكس طرد بدون إنذار يعني الخرق المزيان لكس طرد بدون إنذار أو توبيخ المنصوص عليه في المادة 37 من مدونة الشغل لخاطر تجاوز المشكل والتدرج في التدابير التأديبية في حق المستخدمين وخاصة المنصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل الخط والسلة يعني عدم ثبوت أي خطأ جسيم في حق المستخدمين يعني المشكل واستدعاء شيء يثبت الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 37 من مدونة الشغل ذن عدم احترام
الاداره التعاونيه الاتفاقيه الجماعيه الموقعه بين الطرفين. هذا جانب من الخروقات، اضافه الى مجموعه خروقات اخرى متعلقه بالتدبير الاداري والتدبير المالي يتعرض يتجان ومجموعه من الاختلالات يتجان بالوحده الانتاجيه. الشيء يعني كمنتدى يعني خصوصا السكرتاريه الاقليميه الحسيمه عازمين المتابعه ملفه الى غايه التسويه بصفه نهائيه. نخدم بيجن تقرير جزئي ونخدم بيجن تقرير ثاني يعني تقرير شامل يسير يعني مجموع جميع الخروقات اللي جان طالب يعني عمليه الطرد يخدم لنا يجان مترودين. وفي نفس الوقت ندعو الجهات اللي تجان مسؤولة على المستوى الإقليمي خصوصا السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل ضمان تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية التي تترأى في الوحدة الإنتاجية. في نفس الوقت ندعو مندوب الشغل التدخل العاجل كذلك من أجل تسوية نزاع الشغل. كما ندعو كذلك مندوبية الفلاحة من تدخل كذلك في هذا الملف من أجل الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية يجان مسطرة في المخطط الأخضر خصوصا بتعمال إفجاحا يستفادن الوحدة الإنتاجية تسمى تعاونية الاتحاد التعاونية وأجل